السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعينا صفحة المطبخ الجزائري مطبخ أم عبد الجليل. إن شاء الله تكونوا في صحة وعافية وتكون معنوياتكم ما شاء الله، ويكون استعدادكم لشهر رمضان وفرحتكم بشهر رمضان تكون في الأعالي. وصفتنا لنهار اليوم هي وصفة طاجين الحلو بالتفاح أو اللحم الحلو بالتفاح. إذا الوصفة تحبوا تستعملوها كتحلية أو ترفقوها باللحم الحلو تاع الفواكه المجففة. نروحوا مباشرة للمقادير وكيفية التحضير. هنايا كنت خذيت عبر تاع سكر وزوج عبار تاع ماء، كيلة سكر زوج كيلات ماء. انا نفس الكيلة هذيك هي نفسها الكيلة تاع التفاح. درتها هنا مازال بارد في بارد، ودرت ملعقة تاع دهان سمن او ماغارين او زبدة اختياري راح تعطيكم نفس النتيجة. واستعملت كذلك عود قرفالي كنت غسلته جيدا. التفاح كما راكم تشوفوا هنا انا استعملت هذاك الصغير، الصغير كامل. ما يهمش اذا كانت قشره تاعو مجلده ولا في اهل طاش، لانه راح نقوه ماش نستعملوا القشره تاعو. هنايا كنت جبت وعاء درت فيه الماء وعصير حبه ليمون. هذاك عصير حبه ليمون ضروري نديروه باش ما يتاكسدليش التفاح تاعي. نقشر الليمون تاعي كامل، من الاحسن تاخذوا هذاك اللي فيها القطميره، اللي فيه هذاك العود من الفوقه، وقشروه كامل بالموس. ماذا بكم يكون موس هذاك صغار رقيق، فرغوه من الداخل. واذا عندكم هذيك الاله تاع الحفر تاع الدولمه وكذا من الاحسن تستعملوها. انا استعملت حفرت بالموس الصغير، نحيت له كامل هذاك العلف والنواه اللي كانت لداخل. بعد ما السيرو تاعي ذاب لي هذاك السكر وغلالي وشفتوا خذا حوالي 15 دقيقه، نجيب التفاح تاعي بعد ما غسلته من هذاك الليمون وكلش درته طيب. اذا لاحظتوا انا التفاح تاعي ما فورتوش، طيبته مباشره، لانه لما تفوروه وتعاودوا تطيبوه تخافوا شويه يتحرحر ولا يتفتح هذاك التفاح. فهذه الطريقه مضمونه مليار في المية، نتيجه رائعه على ضمانتي. هنا بعد ما باش تعرفوا التفاح تاعكم اذا طب، ما تبقاوش كل دقيقه تثقبوا فيه ولا تفتحوه حتى تشوفوا لونه ولا شفاف. كي تشوفوا لونه ولا شفاف كيما راهو واضح في الصوره ترونسبارو، خلاص عرفوه باللي طاب. حتى يولي يدخل الضوء سبحان الله يعطيكم لون ما شاء الله، يجي لونه صفر يجي باهي. هاولك بعد ما طاب قسمتها قدامكم الحبه، وريت لكم كيفاش راهي طايبه زبده ما شاء الله. تحبوا تقدموا هكا كيما يقولوا وحده، تحبوا ديروه مع اللحم الحلو. نتمنى تجربوه. ما تنسوش متابعه تفعيل زر الاشتراك، والسلام عليكم.